السلام عليكم. الحلقة دي مهمة جدا، خصوصا الجزء التاني منها، يعني هنتكلم على الشأن المصري. ولكن تعال نبدأ الأول بتفاصيل صفقة الهدنة اللي جت بعد اجتماع رباعي لأجهزة المخابرات الأمريكية والمصرية والإسرائيلية والقطرية. ودي أكتر حاجة يعني هامة الناس المهتمين بالقضية، يعني ويمكن الدول العربية كمان، لأن الموضوع منعكس عليهم بشكل كبير. ايه التفاصيل؟ تفاصيل دلوقتي بتتكلم على صفقة من 3 مراحل. أول مرحلة يتم الإفراج عن 35 أسير إسرائيلي، في مقابل الإفراج عن من 100 ل 200 أسير فلسطيني. يعني والهدنة، ويبقى في وقف الإطلاق النار، تفضل القوات الإسرائيلية موجودة داخل قطاع غزة، بس يبقى في وقف الإطلاق النار لمدة 6 أسابيع. يبقى المرحلة الأولى اللي تم يعني مناقشتها هي هدنة من 6 أسابيع، مقابل الإفراج عن 35 أسير إسرائيلي، في مقابل من 100 ل 200. لسه التفاصيل هيتم مناقشتها الأسبوع ده. دي المرحلة الأولى. ال 35 واحد اللي يتم الإفراج عنهم، هم قعدوا بقى يتكلموا في التفاصيل، إن هم يكون أعمارهم زيادة عن 60 سنة، إن هم يكونوا غالبيتهم من النساء والأطفال، حاجات زي كده. المرحلة الثانية ما هم دون ال60 سنة، والإفراج عن العسكريين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس. بس ما حددوش هنا مدة الهدنة هتكون قد ايه. المرحلة الثالثة تسليم الجثث الإسرائيلية للرهائن، بتاعت الرهائن تسليمها للجانب الإسرائيلي، في مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. برضو ما حددوش هو قد ايه. مين اللي وافق؟ اللي وافق إسرائيل على التفاصيل دي كلها. طيب المفروض كده الاجتماع ده زي ما قلت لحضرتك ان هو انتهى وخلص الى هذه التسريبات اللي اصبحت مؤكده. كنت قلتها لحضرتك امبارح بس دلوقتي اصبحت مؤكده. واتقال كلام تاني، اتقال ان مقابل كل اسير اسرائيلي مقابله 100. نتنياهو طلع نفى الكلام ده، قال الكلام ده مش هيحصل يعني. الاخبار الصحيحه هي اللي بقولها لك دي: 35 ل 40 اسير اسرائيلي، مقابل من 100 ل 200 على حسب الاعداد وعلى حسب نوعياتهم، لان هم مصنفينها يعني. المهم، المفروض ان اسرائيل موافقه على تفاصيل الهدنه حتى هذه اللحظه، وقطر ومصر هيسلموا العرض ده لحماس. قطر هتسلم العرض للمكتب السياسي الخارجي لحماس، اللي هم عندها اسماعيل هنيه وخالد مشعل واسامه حمدان والناس دي كلها. ومصر هتبلغ كتائب القسام الموجوده في قطاع غزه، اللي هو جناح يحيى السنوار ومحمد الضيف والناس اللي موجوده في قطاع غزه. واحنا دلوقتي مستنيين رد حماس على هذه الهدنه. لو وافقوا نبدا الهدنه، لو ما وافقوش هتستمر الحرب. طيب ايه إيه التوقعات؟ التوقعات اللي طلعت او الاخبار اللي طلعت دلوقتي من حماس غير مبشره. هم بيقولوا ان دي مراوغات اسرائيليه ل يعني ان نتنياهو يتخلص من الضغط الداخلي اللي عنده من اهالي الاسرى. انما في الحقيقه ان اي اتفاق لا يشمل وقف دائم لاطلاق النار مش هنوافق عليه. هل ده قرار حماس النهائي؟ لا، ده مش قرارهم النهائي. وحتى لو المكتب السياسي الحماس وافق على الهدنه، مين اللي في ايده التنفيذ؟ المكتب العسكري لحماس، اللي هو جناح يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى. يعني مين برضو اللي في ايده يوافق على الكلام؟ ايران. هل هيوافقوا على الصفقة ولا مش هيوافقوا؟ عسكريا على الارض الوضع في صالح القوات الاسرائيلية اللي حصرت خان يونس من الاربع اتجاهات. وزير الدفاع جانتس اعلن ان هو خلاص، اعلن بشكل رسمي ان هم هينتقلوا خلال الايام القليله القادمه الى مدينه رفح الفلسطينيه. تمام، فدي كده تفاصيل الصفقه سريعا. هنشوف لسه المفروض هيتم تسليم العرض ده لحماس النهارده. متوقع ان هم يردوا كمان يومين بالكتير، يعني يكون عندنا رد ممكن بكره ممكن بعده على حسب، هنشوف. طيب، في اخبار طلعت من موقع اكسيوس، ده موقع استخباراتي امريكي. موقع اكسيوس يعني كشف عن تفاصيل ان في اجتماع سري حصل ما بين مصر، السعودية والأردن والسلطة الفلسطينية على مستوى رؤساء أجهزة الاستخبارات. الاجتماع ده تم فين؟ تم في الرياض
على حسب كلامهم كان اجتماع سري غير معلن. ايه التفاصيل اللي تم مناقشة او يعني اللي حصل فيها الاجتماع ده؟ التفاصيل حسب موقع اكسوس ان يعني كانوا بيتكلموا في اليوم التالي للحرب، السلطة الفلسطينية تشكيلها هيكون عامل ازاي. طيب في حال استمرار الحرب وعدم يعني اعطاء خريطة او شكل واضح من اسرائيل وامريكا لشكل قطاع غزة ما بعد الحرب، هل هيكون في تحرك خاص منفرد من مصر والسعودية والأردن لفرض الأمر الواقع داخل قطاع غزة، تكون السلطة الفلسطينية فيه طرف أصيل في المعادلة؟ غالبا هو ده الطرح الحقيقي، إن مصر والسعودية والأردن اتفقوا طبعا إن السلطة الفلسطينية يكون ليها هي السيطرة والتواجد في فلسطين بالكامل، الأراضي المحتلة سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة، في حال إن إسرائيل ما قدمتش أي تصور لليوم التالي للحرب. وده اللي الامريكان بيطالبوا بيه. لو الامريكان والاسرائيليين ما قدموش اي حاجه وقرروا الاستمرار في الحرب، هيبقى في تدخل مصري سعودي اردني بشكل وبخطه مطروحه ومتفق عليها من جميع الاطراف بمشاركه السلطه الفلسطينيه لفرض الامر الواقع داخل قطاع غزه. الاجتماع ده خطير جدا، ومعلومه مهمه جدا بدات انها تشكل جناح جديد في هذه الحرب، وهو جناح مصري سعودي اردني. يبدو ان في تقارب مصري سعودي بعد فتره يعني حصل فيها شويه فتور في العلاقات. حصل امبارح كان في اجتماع ما بين وزير الخارجيه المصري السيد سامح شكري ووزير الخارجيه السعودي في القاهره، وتناقشوا فيها في بعض الملفات، وابدوا اتفاقهم في عدد من الملفات، سواء ملف قطاع غزه او الملف السوداني او الملف الاثيوبي الصومالي. معبر كرم ابو سالم لليوم السادس او السابع بقى على التوالي ما زال في مشاكل، وما زال الاسرائيليين اهالي الاسرى وجنود الاحتياط النهارده راحوا عند المعبر واغلقوا المعبر، ويوقف جالنت راح هناك وقعدوا يزعقوا معاه جنود الاحتياط، قالوا له مفيش مساعدات هتدخل، انسى الموضوع ده خالص، احنا هنفضل قاعدين هنا. والاعداد عماله تزيد وفي مشكله كبيره. يبدو ان هناك تواطؤ اسرائيلي لكن بشكل جميل، لان الامريكان منزعجين من الموضوع ده وبيطالبوا الاسرائيليين ان هم يفتحوا معبر كرم ابو سالم، بس اسرائيل بتقول والله احنا بنحاول اهو، وبعتنا يعني الوزير الدفاع ورئيس الاركان، بس هم مش موافقين، هنضربهم يعني ولا هنعمل لهم ايه؟ في مشكله او شكل كده من اشكال الميوعه والمخطط الشيطاني من اسرائيل لاستكمال محاصره وتجويع اهالي سكان قطاع غزه. حصل كمان حاجه خطيره جدا النهارده في اسرائيل، بالتزامن بقى مع الكلام اللي بيتكلم على صفقه وهدنه والكلام ده. يا ريت يا جماعه ندوس شير للفيديو، نعمل لايك، نكتب تعليقاتنا عشان ده بيزود التفاعل. فبالتزامن مع الكلام على صفقة وهدنة بنلاقي مؤتمر كبير جدا حاشد جدا لليمين المتطرف داخل إسرائيل، بيحضر فيه كام وزير؟ 12 وزير. وكم عضو كنيست؟ 15 عضو كنيست. بيقولوا ايه؟ بيقولوا حاجتين، بيقولوا جوش قطيف او جوش قطيف دي اكبر مستوطنة اسرائيلية كانت موجودة داخل قطاع غزة قبل ما يتركوا قطاع غزة. فبيقولوا قطاع غزة هنرجع نبني فيه مستوطنات غش قطيف او قطيف على حسب اللغة العبرية يعني. فبيقولوا ان احنا هنعمل مستوطنات داخل قطاع غزة، وسكان قطاع غزة هيتم تهجيرهم. الكلام ده بقول لك 12 وزير 15 عضو كنيست، وقعدوا يرقصوا وبيبشروا الناس والانتصار الاسرائيلي. فكلام رسمي يعني، بيتكلم على 12 وزير، يعني الحكومه الاسرائيليه بتقول لك الهجره لسكان قطاع غزه، بتقول لك بناء مستوطنات داخل قطاع غزه. فهم هنا بيتكلموا على خريطه اليوم التالي. فاذا اسرائيل بتظهر وجهها الاقبح بقى، مش القبيح، لان كلمه قبيح دي بقت كلمه قليله. فده الوضع داخل قطاع غزه، والوضع يعني في المنطقة. الموضوع دلوقتي في ملعب حماس وإيران طبعا، هل هيوافقوا؟ هل مش هيوافقوا؟ لو وافقوا إذن هناخد هدنة على الأقل 6 أسابيع وقف مؤقت لإطلاق النار، ويتم تبادل الأسرى وإدخال المساعدات بشكل منتظم. لو ما وافقوش الإسرائيليين هيزحفوا عسكريا نحو مدينة رفح الفلسطينية، وتبدأ
سلسلة جديدة من الحرب هيكون شكلها خطير جدا، قد تتورط فيها مصر في صراع عسكري ضد إسرائيل. طيب تعالى بقى نتكلم على الوضع داخل مصر، عشان بقى لنا كتير ما اتكلمناش في الموضوع ده، وناس كتير بتطالبني بالتحدث يعني حول الشأن المصري. بتقول انت ناسي ليه الموضوع في مصر، وبتتكلم مش بتتكلم على أزمة الدولار ومش بتتكلم على الأسعار. تعالى اكلمك كلام كده يعني من الآخر وبمنتهى الصراحة، يعني محدش اعتقد يقول لك الكلام ده. بص، ودي وجهة نظر يعني. الوضع في مصر صعب جدا، والأسعار زادت بطريقة مبالغ فيها على جميع المستويات. بس خلينا نعرف ايه الأسباب وايه الحلول، والأزمة شكلها عامل ازاي، بعيدا عن الشكاوى، بعيدا عن تنفيس الغضب، بعيدا عن المزايدات، بعيدا عن اي حاجة. اكلمك اقسم بالله بحيادية مطلقة، الوضع في مصر المشكلة بتتلخص في 3 أسباب. أول سبب، عشان بس نبقى يعني بنتكلم كلام منطقي وعقلاني ومنصف، أول سبب وأقل سبب لا يمثل أكتر من 10%، وده رأيي وأنا مسؤول عنه، الفشل أو التراخي في الأداء الحكومي. الأداء الحكومي ضعيف جدا على مستوى الوزراء، على مستوى الجهاز الإداري للدولة. مفيش رقابة حقيقية، ما بنشوفش المحافظ بينزل يشوف المخالفين واللي بيزودوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما بنشوفش الوزير بيتحرك وبيبدي أفكار خارج الصندوق، لأن المشاكل بتاعتنا مشاكل غير نمطية، فهي عايزة حلول غير نمطية، مشاكل غير عادية فعايزة حلول وطريقة تفكير غير عادية. فعندنا مشكلة في الأداء الحكومي بشكل عام، وغياب الرؤية للحكومة وللوزراء وللجهاز الإداري بما يشمله طبعا المحافظين في مسألة الرقابة على الأسواق. والكلام ده الرئيس السيسي بنفسه قاله في آخر مؤتمر ليه. ده أول سبب، وده كلنا متفقين عليه. تاني سبب، عشان بس اعرف حضرتك الموضوع ماشي ازاي، تاني سبب هو حاجة اسمها الاستثمارات، او فيما عرف بالهوت ماني او الهوت كاش، اللي كان موجود في مصر وتم سحبه بشكل سريع جدا، فعمل ازمة كبيرة. كان في عشرات المليارات من الدولارات في مصر، اكتر من 20-25 مليار دولار مرة واحدة اتسحبوا بسبب الازمة اللي حصلت، الأزمة العالمية بتاعة الحرب الروسية والكلام وتبعاتها بقى. الفلوس دي اتسحبت مرة واحدة، اللي يعني كان أحد أسبابها أيضا زيادة الفايدة في البنك الفيدرالي الأمريكي. طيب بعد ما الهوت كاش دي اتسحبت، المفروض بقى كان يخش لنا استثمارات، صح كده؟ ما دخلناش استثمارات، مفيش استثمارات دخلت لمصر خلال الفترة الأخيرة. ليه؟ قال لك أصل إحنا عايزين شروط معينة، يعني مثلا الاستثمار ما يبقاش شراكة بنسبة 49%، لا يبقى بيع بنسبة 51%. عايزين قطاعات حيوية معرفش إيه، ليهم شروط كده صعبة الدولة ما توافقش عليها، الدولة الوطنية ما توافقش عليها. فقال لك خلاص علق الاستثمار. طيب فبقى عندك مشكلة ان في فلوس اتسحبت، وفي فلوس المفروض كانت تدخل، واتفاقيات كانت المفروض تتعمل ما اتعملتش، فما دخلكش فلوس. كويس كده؟ تمام. فعمل مشكلة فيما يعرف بالنقد الأجنبي، اللي هو إيه ببساطة؟ اللي هو الدولار. ما بقاش فيه دولار داخل مصر، وبالتالي أنا مش عارف أظبط سعره في جميع الأسواق، سواء السوق المركزي أو الرسمي أو السوق السوداء أو السوق الموازي. ما عنديش دولار أصلا، ما بيخشليش استثمارات. ما أنا ده المصادر الرئيسية اللي بتدخلي استثمارات كبيرة، بتدخلي فلوس كتيرة. طيب هتقول لي ده سببه فشل، هقول لحضرتك مش سببه فشل، سببه نقدر نفهمه من حاجات كتير. ان وانا بكلمك اهو، شوف انا بدأت بايه، ولسه هقول لك كلام ما حدش هيقوله، بس نركز. سببه التويته دي. قال لك محور فيلادلفيا لاسرائيل ولا الدولار ب 200 جنيه؟ هتقول لي لا يا عم ده الموضوع بادئ من قبل كده. ايوه هو فعلا بادئ من قبل كده، هو فعلا بادئ من قبل كده. في دول وعلى رأسهم طبعا اسرائيل كان ليهم مطالب او كان ليهم اطماع
في مصر وعايزين ياخدوا حاجات حيوية جدا وكبيرة جدا، والدولة المصرية والرئيس السيسي رفض. فهو دلوقتي بيبتزك في دول حوالينا كانت المفروض تدخل لنا استثمارات مباشرة سريعة تنعش السوق، دي اكتر حاجة بتنعش الاسواق. ما دخلتلكش الاسواق، قالت لك شروط. طب دلوقتي هما بيتكلموا في ايه؟ كلام اللي هو بيطلع يهري فيه عمرو اديب كل ليله، يقول لك لازم تحرر سعر الصرف كويس، لازم الدوله تتخرج من السوق من الاقتصاد كويس. طيب انا لو عملت كده، يعني هما ليهم شروط على فكره، لو وافقنا عليها يدخلوا لنا استثمارات على طول. حلو، هتقولي طب احنا ما بنوافقش عليها ليه ونحل المشكله؟ هقول لحضرتك دلوقتي هو بيقول لك شروط، الشروط دي هتبقى مفيدة اقتصاديا على المدى المتوسط مش المدى القصير حتى، يعني بعد 6 شهور مثلا 7 شهور سنة هتبدأ تؤتي ثمارها، بس في المقابل الدولار سعره ينط بشكل كبير جدا، الأسعار تغلى بشكل أكتر من اللي موجودة عليه بشكل كبير جدا، حضرتك مش هتتحمله كمواطن. وده اللي الرئيس قبل كده قاله. مين اللي بيعمل كده؟ الدول دي، بالاضافه لمين؟ ضغوطات من الدول دي على صندوق النقد الدولي، على البنك الدولي، على المنظمات الماليه اللي بتضغط اقتصاديا، اللي بتسحب تمويلات، اللي بتخفض تصنيفات، ضغوط سياسيه اقتصاديه على مصر. فهو دلوقتي بيبتزك بهذا الشكل. فهو ليه شروط، الرئيس السيسي لو عملها هيدخل له فلوس، هيبقى فيه فلوس دخلت، دولارات دخلت البلد، بس في المقابل المواطن هيطحن طحن رهيب. هم مالهمش دعوه بقى بالمواطن، يقول لك انا ببص كبزنس، بزنس از بزنس، ماليش دعوه بالمواطن، انا هو المواطن بتاعي، انا ماليش دعوه بالمواطن، دي مشكلتك انت حلها. تمام، ده السبب التاني. السبب التالت، المفروض مصادر دخلك الرئيسيه بالعمله الصعبه اللي هي ايه؟ 3 حاجات: تحويلات المصريين في الخارج رقم 1 واكبر حاجه، تاني حاجه السياحه، تالت حاجه قناه السويس. تحويلات المصريين في الخارج انخفضت للنص. انخفضت لايه؟ للنص، بسبب وجود سوق موازي، بسبب ألاعيب قذرة بتتم من بعض المافيا الموجودة في الخارج، بتتكلم مع المصريين في الخارج عشان يحولوا الفلوس خارج البنك المركزي وخارج الشكل القانوني عشان يستفيدوا بسعر أعلى. ما عندهم استعداد يدفعوا فلوس بخسارة ليهم هم في مقابل ان الفلوس دي ما تخش بلد، الفلوس دي ما تتحولش على البنك المصري ابدا. فتحويلات المصريين في الخارج اللي هي كانت اكتر حاجه بتدخل لك عمله صعبه قلت بنسبه على الاقل حسب الكلام الرسمي 40%. تمام. تاني حاجه السياحه وارداتها انخفضت بشكل كبير بسبب الحرب اللي دايره وبسبب العمليات اللي تمت في سيناء، بسبب التوترات اللي موجوده في المنطقه بشكل عام. قناه السويس ايراداتها انخفضت على الاقل بنسبه 50%. فبدل ما كان بيخش لك مليار دولار كل شهر بقى يخش لك نص مليار دولار كل شهر. فانا وارداتي الاساسيه بالعمله الصعبه انخفضت. الاستثمارات الدول اياها منعها عني عشان ليها شروط، عايزين نبيع البلد. رقم 3، عندي جهاز اداري حكومي مدني، الوزراء دول مدنيين مش عسكريين مش ضباط، مدني ضعيف جدا. والكويس قوي قلت له تعالى امسك الوزاره او امسك الحكومه، يقول لك لا الوضع صعب، اصل انا ما عنديش استعداد بقى ايه اخش في مواجهه مع الناس، ومجلس الشعب الاعضاء بتوع مجلس النواب يحاسبوني ويطلعوا يهزقوني في مجلس النواب يقعدوا يشتموني، فانا يا عم ليه؟ انا راجل مدير بنك استثماري كبير او مدير مؤسسه ماليه ضخمه او راجل خبير جدا بره وباخد بالدولار وباخد مبالغ ضخمه، انا ايه اللي يخليني امسك هنا عندك وزاره واتهزق واتبهدل ومدام عفاف تقدرني واستاذ زكريا يبهدلني وفي الاخر يمضوني على ورق ويحبسوني على ايه؟ الكلام ده بلاش. شوف والله العظيم بقول لك كلام ما حدش هيقوله لك بمنتهى الصراحه. فاذا انت عليك ايه؟ عليك كماشه كده ال3 اسباب دول. حضرتك انا دوري، انا مش بقول لك على حلول دلوقتي، انا بقول لك بس بص المشكله عامله ازاي. على فكره المشكله دي ملهاش حل، المشكله اللي بقولها لك دي ملهاش حل. بمعنى ايه؟ يعني مفيش حد في مصر او في العالم
قال المفروض تعمل واحد اتنين تلاتة فالمشكلة تتحل. ليه؟ كل واحد بيبص من طرفه. يعني الاقتصاديين البارزين والدول الاستثمارية والمستثمرين ورجال الأعمال بيبصوا من طرفهم. فتلاقي واحد زي نجيب ساويرس يقول لك إيه؟ يقول لك اخرج من الاقتصاد. طيب أنا لما أخرج من الاقتصاد كدولة وأنا ماسك مثلا قطاع زي قطاع الكهرباء ودخلت بداله مستثمر رجل أعمال قطاع خاص، هيبقى عايز يكسب، صح؟ بلاش الكهرباء، المترو، بعت المترو، خليت المترو مش الدولة اللي ماسكاه، حضرتك كرجل اعمال عايز تكسب، فبدل التذكرة ما تبقى ب 20 جنيه او ب 10 جنيه هتخليها بكام؟ ب 30 40. ما انت ما عندكش اي حسابات غير حسابات المكسب والخسارة، صح؟ رجل الاعمال ما يعرفش راس المال كافر، صح؟ ما عندوش بقى حاجة اسمها اصل المواطن اصل الناس، ما عندوش الكلام ده. فنجيب ساويرس بيفكر من وجهة مش نجيب ساويرس كشخص بقى، كل بقى الناس اللي بتتكلم في الاتجاه ده، عمرو اديب، الدول الداعمه، الدول الشقيقه، تقول لك لازم تخرج من الاقتصاد وتسلمني. طب انا لما اسلمك هتعمل ايه في المواطنين؟ هتفشخهم. ما هو انت ما انت عايز تكسب، صح؟ على الجانب الاخر هو بيقول لك دلوقتي لازم تفرط في قطاعات حيويه وتعوم الدولار، تعوم الجنيه بشكل كامل مبالغ فيه خالص، مالكش دعوه بيه خالص، والدوله تخرج من الاقتصاد خالص، وسيب لي انا بقى المواطن، مالكش دعوه بالمواطن. طب المواطن لما هيغضب او هيضيق بيه الحال هيقلب ده بلده، مش هيخرج ضدك انت، هيوقع بلده، محدش هينفعنا فيكوا بقى. انتوا كلكم في الاخر وقت ما هيحصل ايه؟ وقت ما يحصل مشكله يحصل ايه؟ هتسحبوا استثماراتكم وتخرجوا وتجروا زي ما عملتوا، اسحب 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 واجري بس. فعشان كده الدولة والرئيس السيسي تحديدا بيحاول يتأنى في إصدار أي قرارات ممكن يرضي المستثمرين ويقول طب خلاص احنا عملنا بالحل اللي الناس قالت عليه اهو، وعومنا الجنيه بالشكل اللي هم عايزينه واستجبنا للمطالب والشروط بتاعتهم عشان ناخد فلوس والوضع كده ومش. ده مسار. في مسار تاني وده اللي ماشيه فيه الدولة، بدل ما هم اللي بيفرضوا شروطهم انت اللي تفرض شروطك. بس المسار ده عايز تحمل. والله العظيم ما بقول لك الكلام ده عشان اثبتك، لان انا زيك مش عارف اكمل شهري، عندي مشكلة مش عارف اكمل شهري. كلنا زي بعض، مفيش فرق، المصيبة والمشكلة عيلة كلنا. المسار ده صعب جدا، بس ده السكة الوحيدة اللي ما تخليناش نفرط في بلدنا ولا تعمل لنا مشكلة كبيرة ولا تخلينا نبيع بلدنا. ده المسار الوحيد، ان احنا نتحمل شوية. هتقولي طب لحد امتى؟ انا عايز، هو ده اللي بيقولوه بعض الناس، ماشي احنا نتحمل بس لحد امتى؟ هقول لحضرتك حاجة، في الدول اللي المفروض في ايدها انها تدخلك استثمارات سريعة ومباشرة ومنعاها وبتشرطوا والكلام ده، دلوقتي الظروف الاقليمية مش في صالحنا ظاهريا لكن في صالحنا في شكل اخر. بمعنى دلوقتي مثلا هديك مثال، الاردن امبارح حصل فيها مشكلة على الحدود بتاعتها، وايران ضربت القواعد الامريكية الموجودة في الاردن، بكرة ضربت القواعد الامريكية الموجودة في الخليج، بعده الحوثيين قرروا التصعيد بشكل كبير وضربوا القواعد على فكرة مش بقولك ان ده الحل، بس انا بقولك في اشكال معينة بتحصل اسمها استغلال الازمات او معالجة. على فكرة ده علم اسمه معالجة الازمة بالازمة. في مرحلة صفرية بتوصل فيها في بعض الحالات تعمل حاجة اسمها معالجة الازمة بالازمة. انا ما عنديش حلول، نكدب على بعض، مفيش حاجة هتيجي بكرة الصبح تخلي الكيلو اللحمة ب 100 جنيه، انسى. انا صادم معاك اهو، شوف. بس بقول لحضرتك مش ان احنا نبتز حد، لا، حتى لو حصلت حرب بين مصر واسرائيل بكرة الصبح، نهاية الحرب دي هتكون حتمية، نهاية الحرب دي هتكون تسوية. التسوية دي هتطلب مقابلها حاجات كبيرة، تطلب مقابلها اسقاط ديون، تطلب مقابلها تسهيلات وتمويلات، تطلب مقابلها حاجات كتير. فانت بتحاول تستغل الكماشة اللي عملوها عليك، هم اللي عملوها، مش احنا مثلا وحشين وعايزين نبتز الدول دي، لا، احنا بناخد حقنا. الدائرة ستدور عليكم.
اسرائيل، امريكا، الدول اللي جنبنا، الدول اللي بعدنا، في دول ماسكه الدنيا وقفلتها وخنقتنا، ومش مهم بالنسبه لهم الشعب المصري بقى يجوع، الشعب المصري بقى يعاني، الاسعار تولع، السلع معرفش ايه. هتقولي لا بس اصل هو العاصمه الاداريه لما عملها والمشاريع اللي عملها، فيش الكلام ده حضرتك، ده تغييب. ده ناس اللي بتقول الكلام ده تحاول تغيب عقول الناس. مشروعات ايه اللي السبب؟ المشروعات هي اللي منعت الاستثمار؟ المشروعات هي اللي قللت وارداتك؟ المشروعات هي اللي قللت واردات تحويلات المصريين في الخارج، وايرادات قناة السويس، وايرادات السياحة؟ المشروعات هي اللي سحبت الهوت كاش من السوق؟ المشروعات هي اللي ماسكة عليك التمويلات والقروض الميسرة إلا بشروط تعسفية تخليك تبيع بلدك؟ الرئيس السيسي هو اللي عمل كده، مش هم يعني؟ هتقولي ما احنا ملناش دعوة. ولا حضرتك معاك حق. انت كمواطن بسيط عادي جدا مالكش دعوه بالافلام دي كلها، ومالكش دعوه بالخناقه دي كلها. انت معاك حق. انت شخص بتعاني، عندك مشكله كبيره جدا، مش عارف تكمل شهرك. عمري ما هلومك. واي حد يلوم المواطن على غضبه ما يبقاش انسان منصف. بس انا بقول لحضرتك احنا عندنا حاجه من الاتنين، بجيب لك من الاخر اهو. يا نزعق انت الدنيا ومش عارف ايه والاسعار ومنك لله وربنا ينتقم منك، نقعد نصوت ونلطم، ويمكن كمان ننزل نهد الدنيا ونقول الشعب يريد اسقاط النظام ونعمل ثوره ونقلب الدنيا تاني. ده مسار لو عايزين تمشوا فيه يلا. في مسار تاني بيقول لك نصبر شويه، بيقول لك نستنى شويه، لان اي غلط دلوقتي هيضيعنا خالص. بس التحمل وان احنا نصبر شويه ده هيخلينا او هيساعدنا في تجاوز الازمه دي باي شكل، سواء بانفراجه معينه احنا مستنيينها او احداث معينه احنا مستنيينها تحصل، او بتسويه معينه ممكن تحصل. يا المسار ده يا المسار ده. انا جبت لحضرتك، انا ازعم يعني مش عشان حاجه، بس انا بكلمك بمنتهى الصراحه. مفيش اعلامي ولا سياسي في مصر هيقول لك الكلام ده خالص. عندنا مسارين، يا نغضب ونزعق ونقعد نشتكي ونلطم، وبالتالي هم مبسوطين قوي منك عشان هم شايفين ان ده هيشكل مزيدا من الضغط على القياده السياسيه، فيضطروا ان هم يوافقوا على الشروط بتاعتهم. يقول لك يلا كمان صوت، يلا كمان زعق، كمان اشتم، كمان ادعي، كمان يلا. انا مبسوط منك جدا، ما هو ده بيضغط على القياده السياسيه، فالقياده السياسيه تقول لك طب ما خلاص بقى هعمل ايه؟ بيع، فرط، اعمل ايه؟ الناس تموت؟ ده الوضع. طيب المسار التاني ان المصريين يقفوا رجاله يتحملوا، نربط على بطننا لحد ما الازمه دي تعدي. احنا بين عشيه وضحاها ممكن تحصل حرب، وبالتالي ممكن يحصل بعدها تسويه، ممكن تحصل انفراجه، ممكن تحصل ازمه. كل الاحتمالات وارده. احنا دلوقتي في مرحله ريسك كبيره، يا نعدي يا نقع خالص. ما ينفعش نعدي بقى بالاداء بتاع الناس دلوقتي، مع ان انا والله ما بلومهم، لان انا بلوم نفسي، لان انا زي الناس تماما. انا قاعد في مكان عادي جدا، في منطقه عاديه جدا، يعني من منتهى البساطه، فما حدش بيلوم نفسه يعني. فده الوضع بمنتهى الصراحه. وهتقول لي طب في امل قد ايه او نسبه احتمال نجاح المسار اللي بتقول عليه ده؟ هقول لك 50-50. شوف انا معاك لفين. 50-50. حضرتك اللي في ايدك تزود النسبه دي، تخليها 60، تخليها 70. نو واي ان انتوا تضغطوا على المصريين. لما يشوفوا الكلام ده يبداوا يهدوا، لان هو محدش عنده استعداد لا يخسر مصر ولا ان مصر تقع خالص. قلت لك قبل كده هم عايزينك اعرج، يعني واقف بس على رجل واحده، مش مرمي على الارض لان هم ما يتحملوش ده، ومش واقف على رجليك الاتنين لان هم برضه ما يتحملوش ده. اللهم بلغت اللهم فاشهد. شكرا لحضراتكم، بتمنى تشيروا الفيديو، اشوفكم على خير، وتحيا مصر، والسلام عليكم.